احلى مسا على اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. النهارده كده فيديو على السريع كده هنتكلم عليه قبل الماتش. هنتكلم على نادي الزمالك ونادي الترجي قبل الماتش بتاعهم في يوم السبت في افريقيا، هيكون الساعه 6. فخليك معانا ويلا بينا على الفيديو. احلى مسا على اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير وبصحه كده دايما يا رب. وقبل اي حاجه صلي على النبي. بعد الصلاة على النبي كده، لو انت بتتفرج على الفيديو ده في وقت الصلاة، وقت الظهر، وقت العصر، أي وقت من أوقات الصلاة، ايه في الفيديو روح اتفرج روح قصدي صلي، وبعد ما تصلي تعالى اتفرج على الفيديو يا باشا. تعالى بقى كده اديك نبذة سريعة عن معلومات كده عن مطوشة الترجي والزمالك. خلينا بقى احنا قايلين كل حاجة هنا عشان خاطر ايه المخ ما يسيحش وننسى حاجة. بسم الله. تعالى بقى يا باشا اقول لك الترجي والزمالك لعبوا كام مرة مع بعض. الاثنين لعبوا قصاد بعض 11 مره، تمام يا باشا؟ هتقولي طب مين كسب مين خسر، النظام كان ايه ظروفه يعني؟ اقول لك لا، هما الاثنين متعادلين ازاي يعني؟ هقول لك ده الزمالك كسب 4 مرات، وحقيقه الترجي كسب 4 مرات، والتعادل حصل ما بينهم في 3 مرات، تعادلوا هما الاثنين 3 مرات. بس نادي الزمالك كسبان 4 مرات ونادي الترجي كسبان 4 مرات. فدي حاجه تدلك ان الماتشين ما بيكونوش سهلين نهائي. مهما اللي كان السكواد ده عالي او السكواد ده قليل، فالماتشين بيكونوا جامدين 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 جامدين، وفي اثار في الماتش يعني كده. بالذات ان في الوقت اللي احنا فيه ده في الماتش بجد خطير. تعالى كده اقول لك على اخر 10 ماتشات لعبها الترجي واخر 10 ماتشات لعبها نادي الزمالك. اخر 10 ماتشات لعبهم نادي الترجي مفاجاه جامده قوي. نادي الترجي ما دقش طعم الخساره في اخر 10 ماتشات. نادي الترجي كسبان 9 ماتشات من اخر 10 ماتشات، ومتعادل ماتش واحد تقريبا. كان متعادلوا 2-2 في الدوري التونسي. انت فاهم حاجه؟ يعني هم متعادل، حتى ما تعادلش 0-0، لا ده متعادل 2-2، يعني معناه ان هو كده هداف. نادي الترجي بيسجل اهداف كتير. اخر 10 ماتشات نادي الترجي ما خسرش، ما عرفش معنى كلمه الخساره، بالعكس عن نادي الزمالك. نادي الزمالك هنشوفه في اخر 10 ماتشات خسر 5 ماتشات. خسر 5 ماتشات. نادي الزمالك في اخر 10 ماتشات ما كسبش غير ماتشين. ما كسبش غير ماتشين، اللي هو كان ماتش منهم على فيوتشر وماتش على سموحه بس. وتعادل 3 ماتشات، تعادلنا 3 ماتشات وخسرنا 5 وكسبنا 2. فده اللي يدل ان نادي الزمالك ضعيف في الدوري يعني. ماتشات تقول ان هو عنده مشاكل، تدل ان هو لا مش في حالته. اخر 10 ماتشات نادي الزمالك يكسب ماتشين، لا فده يدل ان نادي الزمالك مش في حالته. بالعكس عن نادي الترجي، ده يدل ان هو فايق جدا ومنافس صعب، منافس شديد على نادي الزمالك. بس يعني ان شاء الله نادي الزمالك والكلام ده او اي نادي مصري اخر في افريقيا بيكون اداؤه مختلف عن الدوري خالص، بيكون في اختلاف، بيكون في شراسه. بالذات نادي الزمالك افريقيا غايب عنه من 2002، ليها تقريبا حوالي 21 سنه او 22 سنه. فغايبه عننا ليها فتره كبيره قوي، نفسنا ناخدها. فاظن الماتش هيكون ماتش صعب، وماتش بجد لازم الزمالك يعود منه بمكسب، وان شاء الله نقدر على كده يعني. ان شاء الله نقدر نعمل حاجه زي كده. اتوقع التشكيله المتوقعه مش من وجهه نظري، هقول لك برضو من وجهه نظري، وفي نفس الوقت اشوف بالحاجات اللي موجوده وجهه نظر فيريرا هتكون ايه التشكيله اكيد يعني هيبدا بيها هو محمد عواد، وهيبدا حسام مجيد ومحمد طارق وعبد الغني، ويحط الاربعه في وسط الملعب اللي هو المفروض يكون لهم 2 باكات يعني، والكلام دوت اللي هو هيكون عبد الشافي عشان احمد فتوح مش هيلعب الماتش دوت. هيكون عبد الشافي وسيد نيمار ودونجو سيفر وجعفر. تقريبا هي هتبقى نفس التشكيله بتاعت ماتش الهلال تقريبا، بشكل اقرب لفريرا، ان هي دي هتكون التشكيله نفسها، مفيش تغييرات كتير. وهتبقى عندك شيكابالا وزيزو وسيفر وجعفر. بس خلي بالك انت برجوع الثلاثه الجداد اللي هو الصفقات بتاعتك، انت ممكن تلعب بيهم. يعني انا من وجهه نظري احمد بن حاج ممكن ياخد فرصه الشوط الثاني. بس برضه اللي وجهه النظر اللي ترجع لفريرا، ودي وجهه نظر فريرا في الاول وفي الاخر. بس اقول لك بقى وجهه نظري انا كشخصيا، انا شايف ان نادي الزمالك لو لعب 3-4-3، ان هو لو حط نفس الكلام اللي قلته في الدفاع، اللي هو حسام مجيد ومحمد طارق وعم نايم، قصدي عم نايم في الاهلي، قصدي عبد الغني. وفي الوسط الملعب حطيت عبد الشافي او ونفسي تحصل عبد الله جمعه، يعني دي في بين قوسين عبد الله جمعه دي.
وسيد عبد الله نيمار ودونجا وسيف فاروق جعفر وشيكا بقى وقصدي زيزو ويوسف سامي نبيه، مش شيكابالا. شيكابالا من وجهه نظري بشوف بيبدا شوط تاني، شيكابالا لما بيبدا شوط تاني بيعمل لك اختلاف في الماتش. وتلعب يوسف سامي نبيه وسيف الدين الجزيري، واتمنى ان سامسون يكون موجود في القائمه. بالشكل ده تقدر ان شاء الله تاخد المكسب. بس تعالى بص، انت في اي حاجه، انت عندك نادي الترجي عنده الغوني، عنده راس الحربه بتاعه خطير جدا، خطير جدا درجه اولى. فنادي الترجي بالعكس قوه، عنده قوه في خط الهجوم ضاربه، فممكن يستغل نقطه ضعف نادي الزمالك في خط الدفاع. حاليا احنا عندنا خط الدفاع ده حاليا مش افضل حال ومش قوي بالشكل اللي هو كبير قوي، فممكن يستغلوا بالنقطه دي. انت عندك الهوني، عندك راس الحربه بتاعهم، لعيبه سريعه، لعيبه مهاريه، لعيبه بتقدر تسجل اجوان، وواحد على واحد بيقدروا يعدوا بشكل كويس. فاتمنى ان احنا نقدر نقفل النقطه دي لنادي الزمالك، عشان دي لو هم يقدروا يلعبوا عليها فدي هتكون نقطه ضربه في نادي الزمالك. ده كان كل كلامنا عن الماتش، واتمنى في الاول وفي الاخر مصلحه نادي الزمالك، واتمنى المكسب ان شاء الله ويعود من تونس بالمكسب. ومتنساش لو عجبك اللايك والشير وسبسكرايب. يلا سلام.